ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل احلى طبق كبده ممكن تعمليه، سريع وجميل وسهل التحضير. وقبل ما نبدا وصفتنا ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك للقناه، ولو اول مره تشوف القناه دي قناه اكلات وتكات لبنى. ويلا بينا قبل ما نبدا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا وصفتنا النهارده. واول حاجه معانا بنكون مجهزين بصلايه وسط وكمان 5 فصوص من الثوم مفرومين، وبنستخدم كمان فلفل رومي احمر وفلفل رومي اخضر براحتك انت طبعا، لو عايزه حامي او عادي بارد مفيش اي مشكله طبعا. يعني الفلفل حامي او بارد ده بيرجع ليكي انت. طبعا قبل ما كنت بدأت ان انا اقطع البصل كنت مجهزه الكبده وحطيت عليها معلقتين من الخل، بس للاسف ما تصورتش. اول حاجه بعملها بجيب الكبده وبحط عليها معلقتين من الخل كبار وبسيبها شويه، وبعدين ببتدي ان انا اقطع البصل زي ما انتوا شايفين كده شرايح ما تكونش سميكة، وبعدين بقطع الفلفل الأحمر والأخضر مكعبات صغيرة. الطريقة دي في الكبدة بتعجبكم إن شاء الله، وعلى طول بتعتمدوها وتعملوها دايما في البيت. هو طبق سهل وخفيف وسريع ما بياخدش منك أي وقت، غير كمان ريحتها بسم الله ما شاء الله وانت بتعمليها بتبقى جميلة جدا تفتح النفس كده. دلوقتي هنبتدي نجهز التتبيلة اللي هنبتدي نحط فيها الكبدة. أول حاجة معانا طبعا الثوم هنستخدم 3/4 وبنخلي حبة على جنب هنستخدمهم بس مش دلوقتي، هنشوف مع بعضينا. بعد كده بنحط البهارات بتاعتنا. حطيت نص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة، وبنحط كل البهارات الجميلة دي مع بعضيها. وكمان بنضيف معلقة صغيرة من الخل، وكمان بنضيف نص فص ليمون مع الخلطة الجميلة دي او التتبيلة الجميلة دي، وبنبتدي ان احنا نقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضيه كويس جدا لما يختلطوا كلهم ببعضيهم. وده بيكون شكل التتبيلة بتاعتنا. يا سلام على ريحتها، مش قادرة اوصف لكم والله ريحتها جميلة جدا. وهننزل بيها على الكبدة ونقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضيه كويس جدا طبعا. وبنسيب الكبدة مع التتبيلة الجميلة دي ساعة ساعتين، يعني لو وراكي حاجة في البيت تعمليها وارجعي ليها مفيش. خلاص كده انا تبلتها وخلصتها، شايفين شكلها جميلة جدا وريحتها حلوة ما شاء الله. سيبيها يعني ساعة، حتى لو انت مستعجلة وعايزة تعمليها بسرعة سيبيها نص ساعة او ساعة لو انت مستعجلة مفيش اي مشكلة. هي بس كل الموضوع ان التتبيلة لما بتقعد مع الكبدة بتديها طعم حلو وجميل. ويلا بينا نعمل الخطوة اللي بعد كده. جبت طاسة وحطيت فيها معلقتين من السمن. ابتدى السمن يسخن شوية، نزلت بالبصل وبعدين ابتديت اقلبه زي ما انتوا شايفين كده. هديله يعني تقلبتين 3 مش كتير. على فكرة لو حابة انك تزودي في البصل عادي مفيش اي مشكلة، انا استخدمت بصلاية واحدة، انت لو حابة تزيدي عادي طبعا، وده بيرجع ليكي انت زي ما انت حابة. وخلاص كده البصل اخد اللون اللي احنا عايزينه، اللي هو بيكون قبل اللون الذهبي كده بشوية. وبكون مجهزة الكبدة معايا وبنزل بيها على طول على البصل وهو سخن كده. يا سلام على الريحة، مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي في المطبخ، جميلة جدا. وبقلبهم كل الحاجات الحلوة دي مع بعضيها، كل الكلام ده مع بعضيه بقلبه كويس جدا. وكمان بضيف معلقة صغيرة من بهارات الكبدة. المعلقة دي بقى بتكمل البهارات اللي احنا حطيناها، بتكمل الطعم، جميلة جدا وبتدي طعم جميل جدا للكبدة. وبعدين خلاص انا بضيف الفلفل زي ما انتوا شايفين، لاني مش هنسيب الكبدة كتير على النار عشان لون الكبدة ما يكونش غامق، يعني لازم الكبدة تكون لونها فاتح كده وجميل ويفتح النفس. خلاص كده الكبدة انا نزلتها من على النار استوت وجميلة جدا، مش محتاجة اي تسوية تاني. هنا بقى جبت طاسة صغيرة وضفت معاها نص معلقة من السمن، وكمان ضفت معاها الثوم اللي كان باقي من التتبيلة بتاعتنا. وابتديت ان انا اقلب، يعني بتاخد اللون اللي هو الذهبي، ما تكونش اغمق من كده، لان الثوم لما بيتحمر اكتر او بيزيد عليه السوى يعني ما بيكونش طعمه حلو في الاكل. خلاص كده التومة اخدت اللون الذهبي الجميل زي ما انتوا شايفين كده. ضفت معاها بس يعني معلقة صغيرة من الخل زي ما انتوا شايفين كده. مش قادرة اوصف لكم على ريحة التوم مع الخل مع الكبدة، ريحتها جميلة
ويعني بصراحة جميلة جدا. يعني اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي في الكبدة وتعملوها وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. حاجة جميلة جدا جدا جدا. خلاص كده انا بحطها في الطبق. حابة تعمليها سندوتشات لأولادك جميلة جدا برضو، بتبقى حلوة. بتحطي جنبها طحينة بتبقى حلوة جدا، او مثلا برضو تقدميها للأكل كده في الطبق، مع زي ما انا كده عاملة مع الجرجير مع الخيار المخلل. بتبقى جميلة حاجة كده، يعني عظمة ما شاء الله، جميلة جدا. وعايزة اقول لكم بالنسبة للسندوتشات الكبدة لما بتكون في العيش البلدي مع الجرجير بتبقى حاجة تانية، بتبقى جميلة جدا. وبرضو طبعا بتكون مع العيش الفينو بالجرجير برضو بتبقى حاجة جميلة جدا. هي في كل أحوالها لما بتكون الكبدة عاملينها بطريقة حلوة ونظيفة وجميلة كده، هتخلينا ناكلها بالطريقة اللي تعجبنا زي ما احنا عايزين. يا رب يكون طريقتي عجبتكم في تحضير طبق الكبدة، ويكون طبق سهل وسريع وسهل عليكم ان شاء الله، وتجربوه ينول اعجابكم. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص والوصفة خلصت، واشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة.